السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. ان شاء الله كده دايما تكونوا معانا بصحة وسعادة وسلام. النهاردة كده ان شاء الله هنتكلم مع بعض على 5 عادات. عايزة تقولي عليهم 5 خطوات لتغيير حياتك للأفضل، لتغيير حياتك من أجل نفسك أولا. نغير حياتنا لنفسنا أولا. أي حد لما يجي يبدأ يغير حياته، انت بتغيري حياتك مش عشان حد، لا، انت بتغيري حياتك لنفسك، من اجل نفسك اولا. لان انت لما حياتك هتتغير وتبقى للافضل وللاحسن، ده هيعود عليكي بالنفع، وبالتالي هيعود على كل اللي حواليكي بالنفع. كل اللي حواليكي هيستفادوا لما انت تبقى صحتك احسن وتبقى نفسيتك احسن، وتبقى مفيش توتر ولا في ضغوط نفسية، ولا في اي توتر ولا اي ضغوط نفسية في حياتك. هتبقى حياتك للافضل وللأحسن. أول بقى خطوة أو أول عادة هنبدأ فيها عشان نغير حياتنا من أجل تغيير نفسك أولا. انت كده تقولي أنا هعمل الخطوات دي 1 2 3 4 5. ليه أنا همشي على الخطوات دي أو أنا همشي على العادات دي؟ عشان أغير من نفسي أولا. أول حاجة، الإنسان مش هيتغير إلا لما أول حاجة لازم يبقى عندك ثقة في نفسك اولا. لازم يبقى انت عندك ثقة بالنفس، تبقي واثقة من نفسك من داخلك كده، وعندك يقين بالله اولا طبعا. ثم الثقة بالنفس ان انت باذن الله ان انت تتغيري للاحسن. تشوفي ايه نقاط القوة اللي عندك وتبدأي ان انت تشتغلي عليها وتقويها، وتشوفي ايه نقاط الضعف اللي عندك وتبدأي ان انت تتخلصي منها. لان الثقة بالنفس لما انت تبقي واثقة من نفسك، واثقة من قراراتك، واثقه من اي قرار انت بتاخديه او اي خطوه انت بتاخديها في حياتك، تبقي واثقه فيها وعندك ثقه بنفسك. دي اساس النجاح في كل حاجه. الثقه بالنفس دي، عايزاكي تعرفي كده ان الثقه بالنفس دي اساس النجاح في كل حاجه. طول ما انت كده واثقه في الله اولا واخيرا طبعا، ثم واثقه في نفسك، ده بيديكي حافز وبيديكي دافع ان انت بتاخدي قرار صح، بتتصرفي صح، بتعرفي تفكري صح. بيبقى قرارك على اساس من الصحة. بيبقى قرار صائب، بيبقى قرار ناجح. الثقة بالنفس بتمنحك قوة، بتبقي دايما قوية. ما بتبقيش ضعيفة، ما بتبقيش ان انت ممكن اي حد كده بني ادمة هش، اي حاجة ممكن تكسرك، اي حاجة ممكن تضعفك. لا، انت عندك ثقة بالله اولا طبعا، ثم الثقة بنفسك. يبقى اول معانا خطوة او اول عادة المفروض ان انت تاخديها في حياتك كده، هو قاعدة ان انت لازم تبقي واثقة في نفسك، يبقى عندك ثقة في نفسك. ان انا، لا، انا هعمل الحاجة دي ان شاء الله باذن الله يا رب، انا هتوكل عليك وان شاء الله انا هنجح في الخطوة دي، انا هنجح في القرار ده، انا هنجح في المشروع ده. اي حاجة كده بتخطي عليها او اي قرار انت هتاخديه في حياتك، او اي مشروع انت هتقبلي عليه، او اي خطوة انت ناوية تاخديها في حياتك، لا لازم كده تبقي عندك ثقة في نفسك، ثقة في افكارك، هدوء كده داخلي من نفسك. واحدة واحدة كده هو تبص تلاقي نفسك ان انت لا، واحدة واحدة انت واثقة في نفسك، لا، واثقة ان انا قراري ده هاخد القرار الصح. فهتبدأي تفكري بهدوء، فبالتالي هيطلع قرارك صح. ولما انت تبقى عندك ثقة في نفسك، الثقة في النفس دي هتوصل للآخرين، للي حوالين منك، هتمنحك قوة، هتديكي كاريزما، هتبقى انت شخص قوي، شخص ذو قيمة، مش مهزوز، مش ضعيف. فهماني؟ يعني كل ده هيخليكي ان انت تتغيري. لو انت ما عندكيش ثقة في نفسك، لا، حاولي تقوي الحتة دي، حاولي تبقي اقوى، تعتمدي على نفسك. لا، يعني كل حاجة ان انت حاولي ان انت تعتمدي على نفسك عليها، تطوري من نفسك، تطوري من ذاتك، تعرفي اكتر، تطوري من عقليتك اكتر. كل ده بيمنحك الثقة بالنفس اكتر. يبقى عندك معلومات في شتى المجالات، يعني ما تبخليش على نفسك انك تطوري من نفسك، يبقى عندك معلومات. كل ما يبقى عندك معلومات في شتى المجالات او معلومات مختلفة في حاجات مختلفة،
يبقى انت كده لو انت قاعده في اي مجال، او قاعده في اي اجتماع، او قاعده مع اصدقائك، قاعده مع عيلتك، قاعده في اي مكان، انت عندك معلومات، وعندك معلومات انت واثقه منها، وانت واحده شغاله على نفسك، وبتطوري من نفسك وبتطوري من ذاتك. لا، انت هتبقي قاعده في اي قرار، في اي موضوع بيتقال، في اي حاجه بتطرح، لا انت بتبدأي بتتكلمي بناء على ثقة، بناء على معلومات عندك، بناء على معلومات صحيحة. انت بتتكلمي بناء على معلومات صحيحة. انت بقى واحدة شغالة على نفسك، بتقري كتير، بتسمعي كتير، متطلعة، مطورة ذاتك. فكل ده انت بتقعدي بتتكلمي بناء على معلومات انت واثقة منها. بتدي نصيحة لغيرك، بتبقى بثقة بناء على معلومات، برضو بناء على ثقافة، بناء على عقلية كويسة. فانتي لما بتنفعي نفسك وبتنفعي غيرك. فانتي بتبقي قاعدة في اي مجال، انتي قاعدة واثقة من نفسك، واثقة من معلوماتك. ليه؟ لان انا شغالة على نفسي، شغالة على تطوير ذاتي. دي بتمنحني الثقة بالنفس. يبقى اول خطوة معانا عشان تغيري نفسك، اولا للافضل وللاحسن، اللي هي الثقة بالنفس. هاتي كده معايا ورقة وقلم، وابدأي كده اكتبي معايا خطوة خطوة، عشان ان شاء الله تبدأي تمشي على خطوة خطوة، وان شاء الله هتحسي بالتغيير. تاني حاجة، التخلي عن العادات، او التخلي عن التفكير السلبي. يعني تاني حاجة ان احنا نتخلى عن اي عادة سلبية، او عن اي تفكير سلبي، ان احنا نشيل الافكار السلبية خالص، ما نفكرش اي تفكير سلبي. لازم نستبدل التفكير السلبي ولا اي عادة سلبية بعادات ايجابية وتفكير ايجابي. بمعنى ايه؟ ان احنا لازم نبص للحياة، او نبص للمواقف، او نبص للدنيا اللي حوالينا. مش لازم نبقوا سلبيين، لا، نتخلى شوية عن السلبية في حياتنا ونستبدلها بالإيجابية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابص للحياة بتفاؤل، بنظرة تفاؤلية اكتر، ان انا احب الحياة اكتر. اشتغلي على عقلك، يعني مش على طول تبقي متشائمة، تبقي سلبية. لا، انا لو دخلت المشروع ده، لا انا هفشل فيه. لا، انا لو عملت الحاجة دي انا مش هعملها مظبوط. لا لو انا دخلت في المجال ده مش هنفع فيه. لا، انا لو درست لو حد مثلا في مجال دراسة معين، لا مجال الدراسة ده انا ممكن افشل فيه. لا، ما نبقاش سلبيين. لا، ليه؟ لا، لما اقول لو انا اتخلى عن السلبية دي والافكار التشاؤمية دي بحاجات تانية ايجابية، بطريقة افكر في اي موضوع بطريقة ايجابية. لا، انا لو درست الحاجة دي، لو انا خليت دراستي في الحاجة دي، لا ان شاء الله هنجح فيها، وهطور من نفسي، وهيبقى مجال شغلها احسن، وهشتغل وهطور من ذاتي، وهيبقى مجال تعليمي احسن. لو مثلا مشروع معين، لا انا ان شاء الله هنجح فيه. ادرس الموضوع كويس وافكر فيه، ابص لايجابياته، ابص لمميزاته، اتخلى عن التفكير السلبي والتشاؤم، وابدا ابص للموضوع من منظور ايجابي، من منظور ان انا اتفائل، من منظور التفاؤل. بمعنى اللي هو ايه؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. بمعنى ان انا ابدا ان انا اتفائل بالخير، ان شاء الله ان انا هجد الخير ده. وبناء على ايه؟ ساعات ان العقل الباطن لما انت بتبداي تديله افكار سلبيه، بيصدق الفكره وبيبدا يمشي عليها، وبيبدا ان عقلك بيبدا يصدق الموقف، وبيبدا ان هو يعطلك ان انت تتطوري، يعطلك عن موقف معين، يعطلك ان انت تاخدي قرار معين. لكن انت لما تبدأي تملي عقلك بالافكار الايجابية، وتبدأي تبصي للموضوع، او تبصي لمشروع انت داخلاه، لقرار انت هتاخديه، لمشوار انت رايحاه، لموضوع، لمشكلة معينة، لو حتى مشكلة معينة وانت بتنظري عايزة تحليها، تبدأي تفكري في المشكلة دي بطريقة إيجابية. ما تبصيش للسلبيات، لا تبصي للإيجابيات، وتبدأي تفكري، وتحطي كده جوانب تفاؤل، وتبعدي عن التشاؤم. كل الحاجات دي هتساعدك انك تحلي من مشاكلك، هتساعدك انك تنجحي في مشروعاتك، هتساعدك ان انت تحققي انجازاتك، هتساعدك لو انت بتدرسي ان انت هتطوري من نفسك وتبقي ناجحة، وهتساعدك ان انت يبقى معاكي مؤهلات كويسة، وهتساعدك كتير. يعني انت تتخلي عن افكارك السلبية، وتبدأي تبصي لأي موضوع
لاي قرار في حياتك بطريقه ايجابيه، وتملي افكارك وتملي عقلك بالايجابيه. تفاءلوا بالخير، وتحطي في دماغك المقولة دي: تفاءلوا بالخير تجدوه. ان احنا لما نتفائل بالخير ان شاء الله وبإذن الله هنجد الخير دوت. تالت حاجة، تالت خطوة او تالت عادة، المرونة. لازم يبقى فيه عندنا مرونة. مرونة في ايه؟ مرونة في التعامل. يعني مش مثلا اي مشكلة تقابلك او اي موقف يقابلك بلاش مثلا ايه الواحد مثلا ايه يتنشن يقفل. لا، لازم الواحد يبقى مرن. نعود نفسنا على المرونة. ليه؟ لما الواحد يبقى مرن في مواقف معينة، في قرارات معينة في الحياة عموما، ان المرونة دي بتساعدك كتير لتفهم المواقف اكتر، لحل المشكلات اكتر. الواحد يبقى مرن. بلاش ان انت تبقي مثلا ايه تاخدي كل حاجة على اعصابك، كل حاجة تسبب لك قلق، كل حاجة تسبب لك توتر. يحصل موقف ممكن مثلا تبقي قايمه الصبح مفيش اي حاجه ولا عندك اي مشكله، وتبقى يحصل اي موقف او يحصل اي مشكله او تسمعي اي حاجه او اي خبر، تلاقي نفسك قفلتي من اليوم، تنشنتي من اليوم، حصل معاكي قلق وحصل معاكي توتر، وخلاص انت يومك خلاص خلص، يومك قفل، مش عارفه تكملي يومك. لا كده غلط. لا، لازم يبقى فيه مرونه. تاخدي كل حاجه بصدر رحب. تبداي ان انت تتعاملي مع المواقف، مع المشكلات، مع الضغوطات اللي حواليكي، مع رتم الحياه بتاعنا. لازم ان انت يبقى عندك مرونه في التعامل، مرونه في المواقف، مرونه في المشكلات. ده هيساعدك كتير ان انت تقللي من التوتر، من القلق، من الضغط النفسي عليكي. اللي انت لما تاخدي الحاجه كده ببساطه، تبقي مرنه، تبقي متفاهمه للموقف، تاخدي الموضوع ببساطه وتبداي تفكري فيه بهدوء. ده هيساعدك اكتر ان انت ما تتوتريش، ان انت ما تضغطيش على نفسك، ان انت تبداي لو عندك اي مشكله لا قدر الله، عندك اي موضوع، عندك اي حاجه، تبداي ان انت تقعدي كده وتبداي ان انت تحلي الموضوع بهدوء، بحيث ان انت توصلي لانسب حل لمشكلتك، تاخدي انسب قرار هيناسبك. تمام. رابع حاجة، ودي برضو حاجة مهمة جدا، برضو كلنا برضو ممكن بنتغافل عنها، وفي حاجات في ناس ما بتقدرش توصل للنقطة الرابعة دي او للخطوة الرابعة دي، اللي هي ايه بقى؟ تحقيق التوازن في الحياة. ان انت تحققي التوازن. احقق التوازن بمعنى ايه؟ نحقق التوازن في الحياة ما بين العمل، الشغل، والحياة عموما، العمل والحياة. بمعنى ايه؟ ان انت لازم تحققي التوازن في حياتك، ان انت لعملك او لشغلك وقت، لازم يبقى فيه توازن. انا لشغلي ده يبقى لي وقت، والحياة الخاصة او مثلا لنفسي ليا وقت، بحيث ان انا مثلا ايه ما يبقاش كل حياتي كلها شغل، ضغوطات، توتر، عمل. في ناس بيبقى حياتها شغل 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 طول الوقت، ما بتديش فرصة لنفسها انها تريح، ما بتديش فرصة لنفسها انها حتى عدد ساعات نومها مش كافي. فده بيبقى غلط. ده بيوصل الانسان بعد كده للاحتراق النفسي، بيوصله للتوتر، للضغط النفسي. بيبقى يعني ما عندوش جهد ولا طاقة، بيبقى مستنفذ طاقته في الشغل كله. بعد كده بيوصل لمرحلة الاحتراق النفسي بقى، خلاص هو حتى شغله ما بيقدرش ان هو يدي في شغله بالكفاءة المطلوبة منه، ما بيقدرش ان هو يوصل في شغله للمستوى اللي هو عايزه. بيجي عليه وقت وخلاص بيبدأ ينهار، لانه ما عملش حتة اللي هي التوازن. ليه بقى؟ لازم تعملي حدة التوازن، لان بيقولك ان لبدنك عليك حق، ان لنفسك عليك حق. النفس دي ليها حق عليك، زي ما شغلك له حق عليك ان انت تدي في شغلك، تهتم بشغلك. لازم برضو نفسك تهتم بيها، لازم تبقى لك وقت كافي ان انت تعمل لنفسك وقت كافي لعدد ساعات نوم، الى حد ما تحس ان انت نمت وارتحت، الى حد ما تحس ان ليك وقت راحة، تشرب فنجان القهوة بتاعك، مشروبك المفضل، ليك يوم الويك اند بتاعك، يوم الاجازة تخرج فيه، تريح فيه، تنام فيه. فلازم الواحد يفصل، يعمل التوازن ما بين حياته الشخصية والحياة عموما، وما بين شغله. ما يبقاش كل الحياة ضغوطات وشغل شغل شغل طول الوقت. لو البني ادم حاسس انه تعبان، لا لازم يفصل بيوم اجازة، ياخد بريك، ياخد يوم يخرج فيه، يوم يرتاح فيه ان شاء الله، يقعد في البيت ما يعملش اي حاجة، يرتاح، يفصل.
لازم يبقى فيه توازن علشان يقدر يكمل، يقدر يواصل، حتى علشان عمله ما يتأثرش، يبقى في عمله في كفاءة في العمل. لكن هو لو هو ركز في حتة واحدة، لا هو لا راحة طول الوقت ولا عمل طول الوقت. برضو لو قعد راحة طول الوقت وأهمل عمله، ده برضو جانب مش كويس، هيأثر في العمل وهيبقى مش حاجة مش كويسة، وهيؤدي للكسل والفشل وحاجات كتير. لا، يبقى في توازن. زي ما بدي عملي، يبقى برضو أدي لنفسي حق عليها في الراحة، في ان انا ايه، افصل بيوم اجازه، افصل بيوم راحه، ما انساش نفسي في مشروبي المفضل، في قعده هاديه، في خروجه حلوه. كل ده بيحفز البني ادم، بيجدد من طاقته، بيجدد من نفسيته، بيقلل من التوتر، بيقلل من الضغط النفسي. كل الحاجات دي بيبقى لها اثر نفسي على الانسان او على البني ادم، بتبقى حاجة كويسة بالنسبة له، بتخليه يقدر يكمل، بتجدد من طاقته، بتديله باور، بتديله طاقة. فتحقيق التوازن دي حاجة مهمة قوي، من الحاجات المهمة قوي. خامس حاجة اللي هو ايه؟ الطموح. لازم يبقى عند البني ادم طموح. طموح ايه؟ يعني خليك في السعي طموح وفي النتائج راضي. بمعنى ايه؟ ان البني ادم يبقى طموح. عندي طموح، لازم يبقى عندك طموح، عندك هدف في الحياة. ما تبقيش عايشة وخلاص بشتغل وخلاص، لا، لازم انا عندي هدف. انا بربي عيالي عشان اشوفهم حاجة كويسة، بعلمهم عشان اشوفهم في مستوى كويس، عشان اشوف مستوى تعليمهم يبقى كويس، اشوفهم في جامعات كويسة. لا، انا بشتغل عشان انا ابقى كويسه في شغلي، اترقى في شغلي. يبقى عندي طموح، ما بقاش انا واقفه محلك سر، لا، يبقى عندي طموح في الحياه، يبقى انسان طموح. الانسان الطموح على طول بيبقى انسان ناجح، يبص لقدام، لازم يبقى عنده نجاحات. وفي نفس الوقت انت بتعمل اللي عليك، يعني كل واحد يعمل اللي عليه وعلى قد مجهوده وعلى قد طاقته. يبقى زي ما اتفقنا، خليك في السعي طموح وفي النتائج راضي. بمعنى ايه؟ انا اعمل اللي عليا واللي على الله على الله، ارضى بالنتائج، لان الرضا مطلوب. ان برضو ايه، كل واحد ما بياخدش في الاخر غير ايه، غير نصيبه اللي ربنا مقدره له. فلازم برضو ان احنا نبقى راضيين بكل اللي ربنا قسمه لنا وكاتبه لنا. وطول ما البني ادم عايش لازم يكون طموح ويسعى ويطور من نفسه ويطور من اهدافه، لان الطموح دي حاجة كويسة وحاجة حلوة، بتحفز البني ادم ان هو يوصل لاعلى مستويات العلم. لو كان طالب، لو كان مثلا بيشتغل، بيخليه يوصل لاعلى مستوى في شغله. لو ربة منزل بتبقى عايزة توصل بولادها لأحسن مستوى. فالطموح في الحياة مش حلو. طول ما انت عايش خليك طموح، اسعى وخليك راضي. وان شاء الله كده، هو بإذن الله كلنا كده نمشي على الخطوات والعادات دي للتغيير من أجل نفسك أولا. انجح من أجل نفسك، اتطور من أجل نفسك ومن أجل ذاتك. وأفضل شيء في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، ان احنا نستثمر في أنفسنا، في نفسنا، نستثمر في نفسنا، ان احنا نغير من نفسنا. ابدأ بنفسك أولا. وان شاء الله كده بإذن الله كلنا نتغير وتبقى حياتنا للأفضل وللأحسن. وان شاء الله كده نلقاكم في فيديو جديد بإذن الله وموضوعات جديدة. و واللي عنده اي استفسار يقول لي في الكومنتات، واللي نفسه نقترح موضوعات جديدة او نتكلم في اي موضوعات جديدة يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.